مساء الفل على حضراتكم كل متابعينا. النهارده معانا الحالة ديت فعلا يندى لها الجبين. معانا محمد شاب في العشرينات من عمره، عنده 26 عام. محمد اللي تعرض لشروع في قتل. محمد اللي من يوم 31/1 لحد النهارده ما يقارب الشهر لسه ما أخدش حقه، ولسه ما فيش أي إجراء قانوني لحد النهارده تم لمحمد. في حين ان محمد دلوقتي عنده كسر في الجمجمه، ومحمد مخيط في جسمه اكتر من 183 غرزه. محمد 183 غرزه. 183 غرزه. هنعرف القصه وهنعرف الحكايه من محمد، ومعانا والده محمد ووالده ومعانا اشقائه، علشان دي مأساة في محافظه كفر الشيخ، وتحديدا في قريه الطايفه التابعه لمحافظه كفر الشيخ. واحنا بنناشد في البدايه مدير امن كفر الشيخ، وبنناشد مأمور مركز كفر الشيخ، وبنناشد محمد بيه عبد العزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ بالتدخل السريع، لان البلطجيه اللي اعتدوا على محمد ما زالوا حتى الان طلقاء في الشارع، بل وعايزين يعتدوا على اسره محمد لو محمد ما تنزلش عن المحضر اللي لحد النهارده لسه لم يصدر فيه اي اجراء قانوني. ازيك يا ابو حميد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الف سلام عليك يا ابو حميد. الله يسلمك. عايزين نعرف منك يا محمد ايه هي القصة وايه هي الحكاية، وتحكي لنا مالهم البلطجية ومالك، وكانوا عايزين ياخدوا التوك توك بتاعك ليه، ولما انت اعترضت تحكي لنا كل التفاصيل معانا خلال الحلقة دي. القصة إن أنا كنت شغال في الأنطرة، وأخويا رن عليا قال في لي العنطرة كفر الشيخ. تمام. قال لي تعالى عشان تتعشى ومش عارف إيه. تمام. المهم جيت وقفت معاه، فاستنوا، كان واقف معانا يجي 5 6 تكاتك. تمام. فاستنوا لما التكاتك مشوا، ببص لقيت الضرب جاي على دماغي، مش عارف الضرب جاي منين. 4 بيضربوا فيا ليه أنا مانيش عارف. تمام. كانوا بيضربوا فيك بايه يا محمد؟ كانوا بيضربوا فيا بشواطير كده. تمام. مخيط حضرتك 183 غرز. 183 غرز. هات لي الاشعاعات كده. هات الصور كده، لا وهات اللي على التليفون، هات الفيديوهات. مخيط على الحي. تمام. كنت واكل والدكتور قال لي مش هينفع تاخد بنج ومخيط على الحي. اتبهدلت اخر بهدله. تمام. يعني انا مانيش عارف ليه كده، انا مانيش عارف بيعملوا فيا كده ليه، انا مانيش عارف. حضرتك خاله بيقول هم ديتهم طلقتين. ديتهم طلقتين. خاله اسمه حماده شلبي. تمام. حماده ابراهيم شلبي. تمام. راحوا له بيقول لهم ديت علاء ومحمد طلقتين وهريح البلد منهم. عليك انت عليا وشقيقك وأخويا. الاكبر علاء. تمام. فليه انا مش عارف ده ليه، وحاطينه في مشيخة البلد، عاوز ينزل شيخ بلد. تمام. طب شيخ بلد وانت شغال بلطجي، وانت وابن اختك. طيب من البداية يا ابو حميد، ايه كان في خلافات سابقة ما بينك وما بينهم؟ لا خالص. تمام. خالص ما كانش في الكلام ده خالص. هم كانوا بيتشاجروا هنا مع عيال عمتي في الشارع هنا. تمام. تقريبا خدوني في الرجلين. تمام. فاعتدوا عليا زي ما انت شايف كده حضرتك. انا كنت بموت. تمام. اخويا برضه ضاربينه قبل كده ده برضه. ضربنا برضو قتال الشريان ده برضو قبل كده. تمام. الشريان ده. كان في يعني المشكله اللي كانت قبل كده برضه كنا متعورين وسكتنا برضه. الجم ابويا عشان راجل طيب اتنازل، قال لهم مش مشكله ما يهمش. تمام. مجيتكوا على راسي 5 6 رجال. مجيتكوا على راسي. طبعا احنا معانا صور، لكن احنا مش عايزين نعرض الصور ديت لانها صور بشعة، بشعة جدا، مفيش حد هيستحملها. يعني لو بدأنا ان احنا نعرض معاكم ادى شكل الجمجمة، وباين جدا ان في كسر في الجمجمة واضح، لكن الصور اللي لمحمد على الطبيعة، لان محمد مخيط في ظهره وفي اجزاء كتيرة جدا من جسمه. طبعا ده حاجة احنا عارفين طبعا، وكلنا ثقة في وزارة الداخلية والشرطة المصرية، وعارفين ان حق محمد هيجي بالقانون. واحنا بنناشد مدير امن كفر الشيخ، وبنناشد مأمور مركز كفر الشيخ، ورئيس مباحث كفر الشيخ محمد بيه عبد العزيز، اللي احنا عارفين وكلنا ثقة فيه ان هو ما بيتأخرش عن اي حالة زي ديت، وهو ما بيقبلش بالظلم، لان ربنا نفسه ما بيرضاش بالظلم. فطبعا دي كانت حالة محمد معانا النهاردة. هنتكلم وهنشوف بقية القصة مع والدته ومع والده، وهنشوف اخر التطورات. وريني كده الصور اللي هي بتاعت محمد اللي في ظهره. هنحاول نعرض مع حضراتكم دلوقتي اي صورة علشان حضراتكم تشوفوا بشاعة المنظر
لان ده شروع في قتل وسرقه بالاكراه، علشان محمد ما فكرش ان هو يسيب لهم التوك توك بتاعه. طبعا احنا بنأسف على الصوره اللي هنعرضها مع حضراتكم. ادي دماغ محمد على الطبيعه زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، كسر في الجمجمه. طبعا مش عايزين نوريكم بقيه اعضاء محمد، لان محمد يعني حاله صعبه جدا لو انتوا حضراتكم ما تتخيلوهاش. ادي ظهر محمد زي ما حضراتكم شايفين، طبعا في الفخذ وفي الظهر واكتر خياطه كتيره جدا. وممكن نوري حضراتكم اساس ان احنا الناس تبقى على الطبيعه، وان محمد مصاب بالفعل بهذه الضربات القاسيه والتعدي عليه. تمام. لف يا محمد سنة كده، ورينا بعض الجروح اللي في حضرتك كده. طبعا مشهد قاسي جدا، واحنا بنأسف على المشهد اللي حضراتكم هتشوفوه معانا دلوقتي كل متابعينا، لان فعلا حاجة ما يرضاهاش اي حد. واحنا بنناشد رئيس مباحث كفر الشيخ بسرعة التدخل. ادى محمد طبعا زي ما حضراتكم شايفين منظر، طبعا منظر صعب. 4 بلطجية كانوا بيتعدوا على محمد، وطبعا شروع في قتل زي ما حضراتكم شايفين، وفي طبعا في اجزاء تانية في جسمه، لكن ما نقدرش ان احنا نعرضها على حضراتكم. طبعا في الفخذ وفي ورك محمد، وهيبقى معانا دلوقتي والدته، وهيبقى معانا والده اللي هنعرف منهم التفاصيل والمستجدات وهم وصلوا لحد فين معانا. خليك قاعد يا عم الحاج، اتفضل خليك قاعد. عرفنا بنفسك الاول. أنا اسمي عبد الحافظ عبد العزيز خليل تمام من كفر الطيب. تمام أني باجي من المغرب زي دلوقتي كده يا باشا، بقوم متلفت باكل لقمتي ونايم، تمام والجو برد. تمام عيالي بيطلعوا بيسترزقوا، هي دي مهنتنا. لا تمام. عندنا أرض ولا عندنا أي حاجة، الحمد لله. محمد راكب توك توك وعلاء راكب وعلى توك توك. ركب توك توك، تمام هم بيسترزقوا، تمام يصرفوا على البيت ويصرفوا علينا. تمام ففجأة لقيت محمد أخوه جايب وجاي من البلد من جول. تمام فلقى أخوه جاي تمام بيعرض وحاطط على دماغه وماشي يعرض. تمام. في ايه يا ابني، في ايه يا ابني؟ فجيت دخل عليا الاوضه وانا نايم، فبصيت لقيت محمد جاي مكفى على وشه. ببص في ظهر محمد في نفس الغرفة اللي احنا قاعدين فيها حاليا، التانية ده في الغرفة بتاعت حضرتك. آه. تمام فانا جاي من النوم ببص في ظهره، لقيت ظهره لابس سويت وبروف وكذا بالني، والاقي السكينه جايبه كتفه، مش خبطه واحده، ده خبطتين. تمام خدوه خبطتين، تمام والاخر خدوه في البغل. تمام فلما جه قمت حطه على صدري وقال لي يابا انا هموت، انا هموت يابا، هموت والله. فبصيت لقيت عينين محمد مغربه كده، انا حصل عندي وهم. بقى باب الاوضه قدامي ما انا شايف، تمام والله ما انا شايف. تمام بلغوا يا سيد، بلغوا يا سيد. الاوضه امتلت عالم تمام من فجأة العالم، لا ده عارف يطلع يبلغ ولا ده عارف يجيب عربيه. المهم انا لامم صدره عليا، ظهره عليا، كل ما اتك على ظهر الولد الدم غالبني، يا حبيبي غالبني الدم. بتكتم الجرح بتاع محمد بصدرك. انا خايف ياخد هوا. تمام كان الساعه كام كده؟ كانت حوالي الساعه 8 8 ونص مساء. مساء. تمام فانا لما كتمت الجرح، ايه الحكايه دي؟ عليها 30 عربيه. المهم طلع واحد بلغ الاسعاف وانا ما صبرتش. تمام. اتضرح كلها العالم. علاء اللي هو الشقيق الاكبر لمحمد. تمام فاجري علاء، انا طالع بصفه، قلت له امسك مكاني. تمام امسك مكاني. طلعت لما اقصد في السدادي والكلسون، لقيت سواق من عندنا من البلد ابن حلال معاه تاكس. تمام يا استاذ عبد وكان نعم، قلت له نهضني، انا خلاص دلوقتي هيموت. تمام المهم ما استنيتش الاسعاف، حملنا محمد بس مالناش واعي. تمام هاني مالناش واعي. المهم طلعنا على حد القطار اللي عدى دي اللي هو المطار. لقيت الاسعاف جايه، لقيت الاسعاف جايه. تمام فانا ما لقيت الاسعاف جايه، شولنا لها وقفت، حتى جينا نشده من الترول اللي هو بنحط جوه، وقع على وشه قلب الاسعاف. لا حول ولا قوة الا بالله. والله وقع على وشه. قلت له معلش يا محمد، معلش، الحمد لله. خدناه وطلعنا على المستشفى. تمام رحنا قطعنا له تذكره ودخلناه،
وعملنا اشعه، رحنا على الخياطه، غاب يخيط فيه، مش لاقيين بنت. تمام. ما احناش لاقيين كان بنت. واكل قبلها بساعة. وكان واكل قبلها بساعه، قال لك ان ده له بنت هيموت، تمام. هيموت لو خد بنت. تمام. فالمهم خيطوا له على الحيه 183 غرزه. 183 غرز. 183 غرزه. ده كان كفر وده كان كفر. تمام. يعني لو على طريق زراعي وطلعوا عليه الطلعه دي هيموت، يعني هيموت، ولكن هو ربنا وصل له عمر. ربنا اللي كتب له عمر جديد، وباذن الله حق محمد هيجي ربنا كتب له بالقانون. عمر. احنا في دولة وأنا- عدل وفي بلد أنا مش عدل، راجل، أنا وان مش شاء راجل. الله احنا كلنا ثقة باذن الله. وانا مش راجل، مديرية أمن كفر الشيخ انا مش ووزارة راجل الداخلية. لا سكه عرايق ولا سكه سجن. انا عندي 62 سنه. انا بتمنى تربوا، بتمنى تربوا جزء العيال الشباب دول انهم مؤدبين، تمام. وتسال عليهم انه في بالبلد كلها. ربنا يبارك لحضرتك يا رب، فيهم. يا رب. ربنا يبارك يا رب، لحضرتك يا فيهم، رب. وباذن الله حق يا رب. محمد هيجي. وانا اللي يلزمني حق وكلنا محمد. الثقة بإذن الله في الشرطة المصرية وفي القضاء المصري وفي مدير أمن كفر الشيخ إن شاء الله إن حق محمد هيجي في أسرع وقت. طيب أنت حضرتك لما وصلت المستشفى العام نعم. عملت محضر في المستشفى العام؟ نعم في نقطة المستشفى. نعم. تمام. وإيه اللي وصلتوا لحد دلوقتي في الإجراءات القانونية؟ ما احنا ما وصلناش لاي حاجه. تمام. جبنا التقرير اكثر من 21 يوم والمازال العيال بتجري حوالينا. تمام. بيعدي حرب يعني في الساعة. هم بعتوا على العالم على النت، بعتوا لهم على النت ان احنا ياخدوا له 150,000 ويخلع من الجلسه دي. حتى واحد يتدخل زي حضرتك فاعل خير يقولوا له ان ما بعدتش عن القضيه هنعمل في اللي تعمل في محمد. حتى اللي دخل للصلح هددوه. حضرتك تمام. احنا سمعنا 15,000 جنيه، و15,000 ولا 150؟ لا ما لو قالوا 15,000 وما قالوا 150. خلي بالك انا ما يلزمنيش لا 1000 ولا 100 ولا 3 ولا الدنيا بحالها. انا يلزمني امشي ده لما كان بالقانون، يموت كان امشي يلزمنا بالقانون. انا يلزمني مش قانون، عاوزين فلوس ولا عاوزين يلزمني فلوس. الادب، لان اللي هيعملوه مع ابني النهارده يعملوه مع التاني بكره ومع التالت بكره. باذن الله خلي عندك ثقه يا عم عبده باذن الله ان حق محمد راجع، وان شاء الله حقه هيجي. وباذن الله احنا عندنا ثقه في مدير امن كفر الشيخ، الحمد لله. وعندنا كل الثقه في مأمور مركز كفر الشيخ ومحمد بن عبد العزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ. ومن خلال الحلقه ديت احنا بنناشدهم فعلا بالتدخل السريع للقبض على الاربعه البلطجيه اللي فعلا كان محمد معرض للموت على يدهم. ايضا معانا النهارده والده محمد. اتفضلي يا ماما. بص انا قاعده ببص لقيت محمد داخل علي، تمام. فبقول له تعالى يا حبيبي، مالك يا حبيبي؟ لقيته يا حبيبي ماسك دماغه وجاي بيحجي. تمام. قمت انا قلت له يا ولد امك تعالى يا حبيبي. قال لي الحقني يما. قلت له تعالى يا ولد، تعالى يا حبيبي، لسه ما كنتش شفتي الجراح تعالى اللي يا فيه. حبيبي، ما تعالى شفتيش يا انت حبيبي. القطع ما اللي في شفتش ظهره حاجة، ولا الصوت الخط؟ وخلاص. تمام. قعدت اصوت والطم وخلاص. تمام. يا حبيبي يا ابني، من اللي عمل فيك كده ما يردش طبعا هي عليه. عايزه تمام. كان نايمناه في الاوضه الثانيه، تمام. حاطط بوسه في الارض. كل اللي كان بيشيله كان بيحط ايديه في ظهره من ورا في العمليه. بيشيله كان كده بيعمل إيديه العمليه تخش في في ظهره. مين يا حبيبي اللي عمل فيك كده يا قلب امك؟ تعال قول لي انت مضروب بالنار اللي عامل فيك يا حبيبي. تمام. قال العيال يما اللي كانوا متناقشين معانا ودك، قلت له طب تعال اجي اشيله بايديا ديت، من ايديا وجعاني مانيش عارفه اشيل. ابويا يعني يجي يشيله مش عارف يشيل. من المفارقات العجيبة في القضية ديت ان الست والدة محمد اصلا هي من ذو الهمم، يعني هي عاجزة ما قدرتش ان هي ترفع ابنها وهو بين الحياة والموت بايديها، لدرجة ان هي بقى ابنها يقع من ايدها. اتفضلي يا ماما كملي. بقيت اقول له تعالى يا حبيبي، تعالى يا ولد. يقول الحقيني يما، الحقيني. اصوت وخلاص، اصوت اقول انا مش عارفه. عارفه. الناس حضرتك بردك من هنا خواله الاثنين وكان معاهم ناس كمان. انا كنت جايه من عزبه يعني في ريح البلد هنا. تمام. لما عرفت ان اخويا متعور جيت لما طلعوا ورايا على الطريق، كانوا طالعين ورايا بعربيه، استنيت ان هم يروحوا المستشفى. راحوا على المركز، كانوا رايحين يعملوا بلاغ في اخويا دي واخويا دي عشان ده يروح هناك يبقى طرف
كان تخطيط برضك متخطط عشان ده يروح هناك يبقى طرف، يبقى تنازل. يبقى في تنازل. محضر وانا قصاد محضر طالعه وتنازل. وانا تمام. طالعه لقيتهم بيتكلموا شويه خالد رجاله الولد. واقفين وناس تمام. من التليفون من الاوضه ولكن البحث ربنا اللي سبحانه وتعالى بره عشان دي. يجيب حاج محمد. تمام. واحنا عاوزين حق محمد. محمد بإذن الله. عيل شاب باذن الله. ودماغه معمول بايظ وظهره، احنا عاوزين حق. باذن الله يا ماما حق محمد هيجي. حقه يجي. باذن الله. معانا الجماعه برضه دولت بلطجيه. معانا الشقيق الثاني اللي هو علاء، الاخ الاكبر لمحمد والشاهد العيان على الواقع واللي شال محمد من الشارع بعد الاعتداء عليه. اتفضل يا استاذ علاء. اللي حصل دلوقتي يا اخويا، يا دوبك انا سبته، جاني تليفون، واحد قال لي ايه تعالى خدني من جوه البلد. يا تمام. دوبك انا سبت محمد ما يكملش دقيقتين او 3 دقايق على ما وصلت البيت هنا، فبداير التوك توك، الزبون اتصل عليا قال لي ما تجيش خلاص انا هحاسبك، قلت له خلاص فبدير، فلقيت محمد جاي وبيجري عليا وماسك دماغه وفخده، ولكن ظهره مقسوم نصين وهو مش طايل ظهره ان يمسك ظهره، حتى الشارع كان فيه الدم وكان فيه كل حاجه. طبعا على ما جه هنا كان دمه الصفى، فطبعا ابويا سمع الصريخ زي ما ابويا قال لك كده، فابويا بيحتضنه. انا ما قدرتش ان انا اقاوم وامسكه او حاجه زي كده. طبعا صرخت لما لقيت اخويا بالمنظر ده، وانا بقيت مرتبك مش عارف اعمل ايه. انا مش عارف اعمل ايه. الناس حتى الناس اللي بتخش على محمد مش عارفين يعملوا ايه من منظر العمود الفقري كان باين، يعني الضرب قاطع لحد العمود الفقري. العمود الفقري كان باين، الفقرات كانت باينه. الكلام ده زي ما احنا بنأكد بقاله النهارده ما يقارب الشهر من يوم 31/1/2023 الساعه 8:30 8:29 دقيقه 8:29 ده مساء، واخد بالك. فجه هنا محمد فمرتبكين مش عارفين نعمل ايه، فاتصلت بالاسعاف مره واثنين وثلاثه، اتاخرت الاسعاف، خدناه في تاكسي زي ما ابويا قال عم عبده وخده لحد بره. تمام. سوا تاكس. طلعنا قرابه المطار كده، المعسكر اللي بره، الاسعاف جابلتنا، ركبناه في الاسعاف بالعافيه وخدناه تمام. لحد المستشفى. دخل المستشفى، دخل العمليات. يقوموا يدوا بنج، قالوا له لا انت مالكش بنج، ده انت واكل مش عارف ايه، واكل قبلها بساعه. فادوني امبولين مخدر، اجيب امبولين مخدر، لفيت عليهم كفر الشيخ الساعه 1 ما لقيتهمش. تمام. فخيط كل الجروح دي 183 غرزه. تمام. الجرح اللي في ظهره ده 3 طبقات، تمام. مش طبقه واحده. الناس ممكن تكون ناس معتقده ان هو جرح ايه سطحي كده، ولكن لا، ده كان جرح قاطع واصل للعمود الفقري للنهايه. فطبعا محمد بخيط ده كله على الحياه 183 غرزه على الحياه. طبعا الاشعه اللي انت حضرتك شفتها عنده كسر في الجمجمه، تمام. وفي نزيف في الصدر ونزيف في البطن. تمام. فاحنا ماشيين معاه بالعلاج، وراجل بقى يعني شاب زي 26 سنه عاجز لسه ما اتجوزش لحد النهارده شهر، لا اتجبر على الناس ولا حد فيهم بيتحرك. عمالين يحاربوا فينا. احنا بنناشد محمد بيه عبد العزيز رئيس مباحث كفر الشيخ ومدير الامن وكل الساده المسؤولين ان احنا عايزين حج محمد بالقانون. احنا عايزين حجه بالقانون عشان محمد غني. محمد راجل محترم وبشهاده البلد ان تقول لك عليه ناس راجل محترم، واحنا لا بنتعارك مع حد ولا لنا قصص مع حد، وهم مش هي اول الدولة سبب. دولة قانون في رجلها تمام. عندنا. ده طبعا محمد زي ما حضراتكم شايفينه، طبعا طريح الفراش، محمد طريح الفراش زي ما حضراتكم شايفينه كده. واحنا غلابه حضرتك، احنا غلابه يعني احنا ما حلتناش اي حاجه، احنا ناس غلابه. انا ما حلتش الا اخويا ده زي ابني بالظبط، يعني اخويا ده زي ابني بالظبط. يعني انت ومحمد بس، مفيش انا أشقاء ومحمد تاني؟ مفيش الا انا ومحمد. تمام. يعني ليه يعملوا كده في محمد؟ تمام. ليه كده؟ هم مستهترين بينا علشان احنا ناس غلابه وناس محترمه، واحنا ناس ما احناش بلطجيه، وبشهاده البلد كلها احنا ناس مش بلطجيه. يعني انت حضرتك دلوقتي بتأكد ان ده تاني اعتداء على محمد. الاعتداء الاول، وكان في اعتداء عليك انت كان لنا في البداية طبعا، كانوا قاطعين وتر ايد ده برضه، وكانوا قاطعين الوتر بتاع ايدي برضه، وكان في مطارده طردونا في الاراضي برضه. تمام. في السلاح برضه. تمام. وفي ناس شاهده على الواقع. تمام. وفي معايا رقم القضيه الاولانيه برضه، معايا على التليفون هنا، واخد بالك. وجم لحد هنا وقالوا انتوا لكم الحج ومش لكم الحج على يد ناس وهي شهود. جرى طلع المسائل عشان ما
يعني بإذن مش الله، عيال بإذن بقى. الله. لهم عفى الله عن السلف وانا مش عايز حاجه من حد. وتم التصالح ما بينكم. وتم التصالح ما بيننا. رد خال لا، 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 خال لا. خال اللي هو الراجل اللي ضرب محمد ده في الاعتداء الاول. تمام. قال انتوا حقكم في رقبتي، لو ابننا او الناس دي بصت لكم انا اللي في الوش. انا هجيب لكم حقكم زي ما انتوا عايزين. تمام. فمجرد ما ابويا راح قطع الشيك، كان طبعا المجرم ده اللي هو اسمه جده ده كان كل يوم يسال خاله يقول له انت قطعت الشيك ولا لا، علشان يتربص بمحمد. ففعلا حصل، علشان لو حصل منه اي حاجه تانية ما يبقاش ممسوك باي حاجه عرفيه. تمام. ففعلا ففعلا البر من اخواتك عشان بعد الشيك ما اتقطع بيومين ثلاثه حصل اللي حصل، والتربص كان لاخويا 4 اشخاص. تمام. والخامس ده اللي هو خاله المحرض، تمام. احنا حاطين محرض. الخامس ده المحرض حماده ابراهيم شلبي داخل مشيخه البلد، واخد بالك؟ يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف حاج محمد فين. احنا باذن الله، باذن الله حق ده راجل محمد. عاجز دلوقتي عنده طب 26 سنه، راجل عاجز. بتطلب ايه يا محمد؟ بتطلب ايه يا محمد؟ انا بطلب الحكومه تجيب لي حقي خلاص، انا مش بتاع عركه ولا بتاع حاجه. باذن الله، ان شاء الله، باذن الله. احنا في بلد قانون، وباذن الله صوتك هيوصل لمدير امن كفر الشيخ باذن الله، وصوتكم ان شاء الله هيوصل لمأمور مركز كفر الشيخ ورئيس مباحث محافظة كفر الشيخ. ما حلتناش حاجه، احنا ناس ما حلتناش حاجه. لا عندنا ارض ولا عندنا عربيات زيهم ولا اي حاجه زيهم. هم ناس ماشيين بلطجيه في البلد. تمام. ليه؟ علشان معاهم فلوس، دافعين لي ناس قبل كده فلوس، ضاربين ناس قبل كده لهم خدوا فلوس منهم، قعدوا على القعدات قبل كده وطلع للناس حاج وخدوه منهم. جايين علينا علشان احنا ناس غلابه لا نملك شيء الا سمعتنا الطيبه. احنا ما حلفناش الا سمعتنا الطيبه، وكل الناس عارفه ان احنا ناس محترمه، واخويا ده راجل محترم، وناس بتامن اخويا سواق توك توك وبيشتغل على ونش، بتامنه تديله بال50,000 يوصلوا لده ويوصلوا لده. ناس يعني عارفين ان محمد راجل محترم، ما هوش راجل بلطجي ولا تعدى على حد بنفس الشكل كده ولا اتكلم حد بنفس الحركات دي. باذن الله وزعلاء صوتك هيوصل، واحنا في دولة قانون، وان شاء الله صوتكم هيوصل، وباذن الله تكون الرسالة وصلت، وباذن الله الاستغاثة تكون وصلت لمدير امن كفر الشيخ، وان شاء الله تكون وصلت. من مرة اتفضل. من مرة لمليون، وهفضل اقول الكلام ده. محمد ده عبد العزيز راجل محترم وراجل قانون وعارف الحج، واحنا بنناشده وبنطالب منه ان حاج محمد يرجع بالقانون. تمام. النهارده محمد شهر. تمام. انا بوصل صوتي لمحمد ده عبد العزيز، تمام. رئيس مباحث كفر الشيخ، تمام. والنائب العام انا بناشد الناس ديت علشان حاج اخويا يرجع، علشان الموضوع ما يتكررش مع غيري. تمام. الموضوع اتكرر مع اخويا بقى طريح الفراش، بقى له شهر، واخد بالك؟ عاجز لحد النهارده ما جاش حاجه. بعد كده الناس دي هتضرب ناس تانية وهيكون في مشاكل تانية، لان هم بلطجيه. محدش باذن الله، باذن الله يا زعلاء، باذن الله صوتك هيوصل، وان شاء الله يا محمد حقك هيجي وبالقانون، علشان خاطر الاسره زي ما حضراتكم شفتوا قدامنا، الاب المسن والام اللي هي من ذو الهمم، اللي هي عاجزه يد، واللي هي ما قدرتش ان هي تصلب ظهر ابنها لما كان مفتوح نصين. فباذن الله كلنا ثقه في القضاء المصري، وكلنا ثقه في الشرطه المصريه ان حق محمد هيجي. كان معكم مجدي عبد الغني.